أفينكم الكراغ لفينكم؟ ها هو ملك المغرب الإمبراطور محمد السادس نصره الله حي يرزق، غادي يبقى بإذن الله وبركاته الشوكة في الحلق ديالكم إلى أن تنهار العصابة الحاكمة، هذا النظام الخسيس والرخيص والكل أبواق ديالو. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إخواني أخواتي، تحية لجميع المغاربة أينما حلوا وارتحلوا داخل المملكة المغربية الشريفة أو خارجها، دائما في القضية المقدسة لدى المغاربة، قضية الصحراء المغربية. ما تنسوناش من اللايكات ديالكم، من التعليقات ديالكم الوطنية اللي كتنم على الأخلاق ديالكم. إخواني أخواتي، نشاط ملكي في الصخيرات وخيبة أمل كبيرة للخونة والمغرضين. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن نهار الأربع بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانون إطار ومشروع قانون ومشروعي مرسومين ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. أكد جلالة الملك مرة أخرى أن مسؤولية الدولة جسيمة وأن جلالته يتحملها كما حددها الدستور. غادي ندوزو لدولة بويا عمر، أو ماشي دويلة، هذه زريبة، هذه حظيرة حيوان. قال لك سيدي حقا والواد، هذه راه من المضحكات المبكيات. قال لك سيدي، وفي تصعيد آخر من المخزن المغربي بينات، قال لك التحقيقات ديالهم اننا وراء درجات الحراره المفرطه في كل ولايات الجزائر. وقال لك سيدي المملكه المغربيه انهم شيدوا اكبر محطه لتركيز اشعه الشمس وعكسها على الجزائر. غير باش تعرفوا هاد الناس هادو بانهم مسطيين، باش تعرفوا بان 45 سنه هما دايرين لنا العصا في الرويضه وخسروا فلوس الشعب الجزائري على واحد القضيه ما كتهمهمش لا من قريب ولا من بعيد. اخواني اخواتي، وشحال هادي كانوا كيقولوا لنا حنا خاطين البوليتيك، لكن دابا ولاو انهم كيتقاتلوا على القضيه ديال الصحراء المغربيه، يعني باغيين يدوزوا المحيط الاطلسي باي طريقه. وكنقول لكم والله الا دزتوا ليه، وداك الحوت الا ما شريتوش والله الا كليتوه. الحباب ديالي، ونمر الى خبر اخر. القت الشرطه الوطنيه في مدينه موريسيا الاسبانيه القبض على 5 جزائريين كينتميو لمنظمه خطيره للاتجار بالبشر، كانت تقود عمليات نقل المهاجرين المغاربه والتونسيين بالقوارب من شمال افريقيا الى الأراضي الإسبانية. وأظهرت التحقيقات الأمنية أن شبكة التهريب الجزائرية كانت تفرض 5000 أورو على المهاجرين لنقلهم إلى إسبانيا في ظروف خطرة دون الاعتماد على الحد الأدنى من التدابير الأمنية. وتوصل خبراء من الشرطة الوطنية الإسبانية على معلومات تفيد بأن منظمة مكرسة للاتجار بالبشر وكذلك المواد المخدرة. وفي خبر آخر، ضربة مباشرة كيوجهها الجيش المغربي لمقاتلي مرتزقة البوليزاريو، تسجيل قتلى وجرحى، استهداف سيارتين عسكريتين من النوع الخفيف وأصابهما الجيش بشكل مباشر. من جهتها أكدت مجلة مغربية متخصصة في الشؤون العسكرية الواقعة وتحدثت عن 3 قتلى وجرحى لحدود الساعة في صفوف عناصر المرتزقة. وأشارت ذات المصدر أنه وفي حدود فجر يوم الثلاثاء حاولت عناصر تابعة للجبهة الوهمية اقتحام المناطق العازلة، لكن العناصر العسكرية النظامية المغربية فطنت لمحاولة البائسة للمرتزقة ووجهت ضربات مباشرة لهم. ووفق المجلة فالسلاح الجيش المغربي أصاب مباشرة السيارتين المحسوبتين على العصابة وقتل من كان يمتطيهما. غادي نمروا إلى موريتانيا. إخواني أخواتي، أنا دائما هاد موريتانيا ما كان كتحل عين وكتسد عين، ما عرفناها مع من
المهم نشوفوا هذا الموقف الحيادي اللي كتقول دائما. المهم ان موريتانيا حققت لدويلة او زريبة بويا عمر الحلم اللي كيحلموا به لمعاكسة المملكة المغربية. نعم اخواني اخواتي، موريتانيا كتصادق على مشروع كيجمعها بالجزائر لفك عقدة هذا الاخير مع المغرب. وسائل إعلام موريتانيا قالت بأن البرلمان الموريتاني صادق على مشروع قانون إنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي الزويرات الموريتانية وتندوف. وأضافت المصادر وفق كود أن هذا المشروع يأتي بعد اتفاق حصل بين رئيس البلدين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الموريتاني محمد ود الغزواني للجزائر بدعوة من عبد المجيد خيب السمية. يذكر بأن هذا المشروع يأتي للضغط على معبر القرقارات الحيوي والذي يمثل عقدة للنظام العسكري بالجزائر بسبب الحركة التجارية المتواصلة والكبيرة بين المغرب والعمق الإفريقي والأرباح التي يجنيها المغرب سنويا. ونمر إلى خبر صار لبؤة الأطلس يتأهلنا لنصف نهائي الكان وكيحجزوا تذكرة العبور التاريخية للمونديال. نعم إخواني أخواتي، اقتنص المنتخب المغربي النسوي تأهلا تاريخيا إلى نصف النهائي عقب فوزه على نظيره البوتسواني 1-2، وبذلك ينتزع تذكرة العبور إلى مونديال 2023. الخبر الأخير هكا ديما موتية المسممة إخواني أخواتي، الدولة الجزائرية الكاف كتفرض عليها عقوبات قاسية بعد منع رياضيين من المشاركة بالمغرب. إخواني أخواتي، هي دي آخر المستجدات. عجبكم الفيديو جمجموا ولا تخمموا، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.